السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد هنعمل مع بعض صينية البطاطس بالكفتة، طريقة جديدة وسهلة وحلوة قوي. تعالوا نسمي بسم الله ونقول هنعملها ازاي. معايا هنا بقى بطاطس قطعتها شرايح كده وحمرتها في الزيت. معايا هنا بقى نص كيلو من اللحمة المفرومة، وكمان قطعت عليها بصل مبشور، بصلتين حلوين كده مبشورين، وعملتهم بالملح والفلفل، دعكتهم كده مع بعض وبعدين قلبتهم على اللحم. نقلب كده كله كويس قوي. نحط بقى شويه ملح كمان، شويه فلفل، هنزود بقى عشان اللحمه شويه كركم، مرقه دجاج، وطبعا بهارات الكفته المشويه. نقلب كله كده. دي بقى ميه البصل، هنكور بقى اللحمه المفرومه كده بالتوابل من البصل، نعملها كور صغيره بالشكل ده كده. بعدين هنحمرها بقى في شويه زيت. معايا هنا بقى صلصه كنت عاملاها، فهزودها بقى كده شويه ميه. دي توم وصلصه وشويه توابل عليها، ملح وفلفل وبهارات الكفته المشويه. بجيب بقى صينيه وبحط فيها شرايح البطاطس اللي حمرتها، وكمان حمرت معاها فلفل، واحط بصل كده برضو متقطع. طبعا البطاطس انا حمرتها مش حطاها نيه، وطماطم برضو شرايح كده. هنرص بقى الكفته كده على الوش. نرصها بقى رصه حلوه كده يكون شكلها حلو. دي برضو ممكن تعملوها في رمضان. كل سنه وانتم طيبين جميعا. ماما كده رصيت الكفته كلها بالشكل ده كده. شايفين بقى شكلها حلو ازاي. هندخلها الفرن بقى. بس هنحط الصلصه اللي خففناها بشويه ميه، وكمان لسه تتحمر في الفرن كمان. تبقى حلوه قوي على الفطار في رمضان باذن الله. جربوها وان شاء الله تعجبكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.